احنا حاطين خلاص المفتاح في الكونتاكت، بندوس هنا هي كده دارت، هي مفيش حاجه حصلت، هي بس اللمبه الخضراء دي نورت، هو كده دارت. طبعا من اعلان الفيديو انت متوقع تخش تشوف موتوسيكل شكله جامد وروش بقى علشان موتور كهرباء والكلام ده وحاجه جديده، بس طبعا انت اتصدمت بالداين 40 موتور الكهرباء نزل على داين 40، وده لسبب واحد ان هم لسه بيجربوا الموتور الكهرباء، فهم قالوا جربوا على اي موتوسيكل عادي جه في سكته مثلا الداين 40، فقالوا جربوا الموتور ده على الداين 40. وانا صراحه متحمس جدا اشوف موتوسيكلات كهرباء ماشيه في الشوارع المصريه، ومتحمس ان انا اتكلم عن الموتوسيكل ده، فيلا بينا. الموتور اللي قدامنا دوت 150 سي سي تقريبا لان مفيش ارقام اكيده، والغريب هنا اصلا ان ده مش موتور، كل دي بطاريات والموتور في مكان تاني خالص، الموتور كله هنا. طب ايه النظام هنا؟ تعالى اشرح لك دلوقتي. ده الموتور اللي بيحرك المكنه، وده سلك الكهرباء اللي بيوصل من البطاريه. مفيش بقى جو احتراق البنزين، مفيش هتلاقي مثلا بوجيهات، مش هتلاقي كربوراتير، مفيش اي حاجه من الحاجات دي خالص. الموضوع كله بسيط جدا، هو البطاريات والسلك ده بيودي على الموتور اللي ماسك في الفرد اللي ورا، هو اللي بيحرك المكنه. فالموضوع جميل في ان هو بسيط وسهل، ما فيهوش بقى دوشه كتير، ونتمنى ان حاجه زي كده فعلا تنزل قريب جدا، واظن هي تكون عمليه جدا مريحه جدا للناس. تعالى بقى اوريك تدويره الموتوسيكل، ودي اكتر حاجه عجبتني طبعا. تشغل الكونتاكت كده اهو، وتيجي تدوس هنا. واحنا متعودين على الموتوسيكلات بقى اللي هي بالبنزين، تيجي تدوس تلاقي صوت التدويره بيعمل معاك صوت. احنا حاطين خلاص المفتاح في الكونتاكت، بندوس هنا هي كده دارت، هي مفيش حاجه حصلت، هي بس اللمبه الخضراء دي نورت، هو كده دارت. تيجي تزود بقى بنزين، حد سامع حاجه؟ مفيش اي صوت، مفيش اي دوشه، مفيش اي حاجه. الموتوسيكل ده ممكن يجيب معانا سرعه كام؟ تفتكرش ان هو مثلا اخره 40 او 50 او 60؟ لا، الموتوسيكل ده بيجيب معانا لغايه سرعه 99 او 100. هو توب سبيد ممكن تجيبها هنا عادي، يعني اصلا في مستويين للسرعه. اول حاجه الاي والاس، لما بتدوس الاي ده وتزود بيجيب معاك لغايه اخره 77. بعد كده تدوس الاس بيجيب معاك اخره 99، ما بيزيدش عن كده. طبعا مفيش هنا بقى لا دبرياج ولا غيارات ولا اي حاجه، الموتوسيكل اوتوماتيك، هو بيطلع من صفر لغايه 100 من غير اي حاجه. انت بس بتدي مستوى السرعه اللي هو الاي او الاس، ده فرامل خلفيه ودي فرامل اماميه. البطاريات اللي موجوده هنا تمشيك حوالي 50 كيلو، وفي هنا فيشه تشحن منها. والميزه في الموضوع ان انت في اي مكان تقف عادي تحط الفيشه في الشاحن وهتشحن الموتوسيكل بتاعك. يعني لو البطاريه فصلت منك في خلال نص ساعه او ساعه بالكتير تقدر تتحرك بيه تاني وتمشي بيه من غير اي مشاكل. وطبعا كل ده توفير في البنزين وتوفير في كل حاجه، قطع الغيار والزيت بقى والبنزين والحاجات دي كلها، انت هتلاقي نفسك مش محتاج تعمل الحاجات دي في الموتوسيكل. دي كانت نبذه سريعه عن الموتوسيكل الكهرباء الموجود هنا، موجود في مصر، او موتوسيكل كهرباء في مصر يعتبر كفئه اقتصاديه. وطبعا نتمنى ان التجربه دي تنجح والموتوسيكلات دي تنزل في مصر وتنتشر انتشار قوي، لان فعلا هتعمل طفره قويه جدا في السوق. مش محتاج طبعا ان انا اتكلم عن امكانيات الموتوسيكل، لان احنا زي ما قلنا دي مجرد تجربه. وبس على كده ما تنساش طبعا اللايك بتاعك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش. انا معاذ سعد، دي قناه موتور، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.